ماشي؟ اقعد بقى في البيت وما تنزلش الاستفتاء، واقعد قول ايه السيسي رئيسي، السيسي رئيسي، وخليك غني كده لغايه ما يدخلوك مستشفى المجانين. انما بقى انت راجل وبتقول السيسي رئيسي، تنزل زي الصاروخ على لجنه الاستفتاء انت ومعاك العماره اللي انت ساكن فيها كلها، علشان نحقق اعلى نسبه مشاركه في الاستفتاءات في تاريخ العالم. لو حققنا اعلى نسبة مشاركة في الاستفتاءات في تاريخ العالم، اقسم بالله لتصبح مصر من كبريات الدول ومن اقوى الدول، لان كل شعوب الارض ستجبر حكوماتها على الوقوف مع مصر، لان مصر هي اقدم دولة في الارض وتحمل اعظم شعب على الارض. فكروا في الكلام اللي انا بقوله. يابا عبد العزيز، سامعني يا بابا عزيز؟ سامعاني يا خلا سحر؟ ها؟ سامعاني يا ست نازك؟ مركزه معايا يا ام شهرزاد؟ واخده بالك يا ست سلمى؟ اضحكي قوي يا ست نهال، انت والست داليا، اعملوا نفسكم من الهاي كلاس. هاي، فيري هاي كلاس، لما هتاخدوا بالجزمه على دماغكم. سامع يا عم هيثم؟ سامع يا سي جوزيف انت وجورج؟ كل سنه وانتم طيبين. زي الكاتدرائيه، الكرازه المرقصيه في العباسيه بعتت دعوات لطوب الارض علشان يحضر الصلاه. اسمعوا يا مسيحيين مصر، وخليكم شاهدين يا مسيحيين مصر في هذا اليوم اللي هو عيد لكم وعيد لنا كلنا. البابا تواضرس انا زعلان منه، وبقول لكم انا زعلان من البابا ومن كل ومن كل الساده القساوسه اللي موجودين حوالين البابا. بعتوا دعوات علشان الناس تحضر القداس اللي بيصلي فيه البابا يوم 6 يناير بالليل. بعتوا لكل الناس إلا أنا، ما بعتوليش. أرد على مين؟ أرد على مسيحي مصر. هاتولي حقي، وانتوا عارفين أنا لا أقبل كلمة على مسيحي في مصر.